أهلا ومرحبا بالسادة المشاهدين في أحد حلقاتكم المتميزة في برنامجنا ضيف على طبيعة. النهارده عندنا أحد الضيوف والأعمدة الأساسية في الهرم. النهارده عندنا شخصية محبة للعمل العام والعمل الخدمي، صارت وجالت في أعمال السياسة والخدمات على مر السنين الماضية. معنا ومعكم الأستاذ خالد فرج. أهلا وسهلا بكم. شرفتنا ونورتنا. الله يخليك، كل سنه وانتم طيبين وجميع اهل الهرم بخير، ويعود عليكم دايما الايام بخير يا رب العالمين. اجعلها ايام مباركه على الشعب المصري كله باذن الله ان شاء الله. نورتنا وشرفتنا يا استاذنا. الله يخليك. في البدايه عايزين نعرف المشاهدين مين هو الاستاذ خالد. خالد فرج خطاب، من عائله خطاب بنادي السمان بالهرم. كنت مرشح سابق لمجلس النواب سنة 2015 عن حزب مستقبل وطن، وبعد ظهور النتيجة عينت وكلفت بإني أشكل لجنة أو أمانة الهرم لحزب مستقبل وطن، وبعد فترة وجيزة تم تكليفي بأمانة محافظة الجيزة عن حزب مستقبل وطن برضه، وقعدت فيها فترة، وبعد كده تم تكليفي بأمانة الشؤون البرلمانية على مستوى الجمهورية لحزب مستقبل الوطن برضه، وبرضه لخلافات أيديولوجية قدمت استقالتي، وبعديها بفترة كلفت من حزب المحافظين إن أنا أمسك أمانة الجيزة. قعدت فيها فترة، وبعد كده اعتزلت العمل السياسي، ولحد الآن مفيش عمل سياسي. عايزين نعرف او يعني نعرف المشاهدين الاستاذ خالد اسريا، يعني حضرتك كنت تعمل في ايه؟ عندك اوقات ايه بالتفصيل؟ طيب، انا بعمل في مجال السياحه. كنت اشتغلت فتره كبيره حوالي 10 سنين في الغردقه، وزيهم في شرم الشيخ. وبعد كده من بعد ثوره 11 اتجهت لموضوع الاستيراد والتصدير، وسبت موضوع السياحه بسبب الظروف اللي كانت راهنه في الفتره دي. انا متزوج، عندي ولد وبنت، خريجي جامعه الMSA الحمد لله رب العالمين، ربنا كرمني فيهم والحمد لله يعني ده لم توفيق عن حياتك او العمل العام. العمل العام يختلف بقى، نتكلم عن العمل السياسي. العمل العام احنا الحمد لله رب العالمين خلال الفتره من 2011 دي كانت بدايه يعني احنا كنا في فتره كانوا بيسمونا حزب الكنبه. كنا زمان لي في عهد سابق اللي هو عهد الحزب الوطني، كان في اغلب الشباب او اغلب الجيل بتاعي كان بيمارس السياسه في الاعداد الخاصه وليست في الاعداد العامه، فكانوا زمان بيطلقوا علينا اللي هو حزب الكنبه. من بعد ثورة 11 يعني دب فينا امل ان احنا ممكن يكون في تغيير، وان احنا نشارك ويكون لنا بصمه ولنا دور. فابتدينا اغلب جيلي يظهر في الفتره دي، اللي كان بيعزف عن العمل السياسي في الفتره دي ابتدى يظهر. من بعد ثوره 11 ابتدينا نظهر على الساحه، وكان اول نشاط ليا المشاركه طبعا في الثوره، وبعد كده 30 يونيو، بعد كده وقبليها كان موضوع الترشح لمجلس النواب. وابتديت اظهر على الساحه بقى سواء خدمي او سياسي او في الخدمه العامه كمان، والحمد لله كان لنا نشاط كتير جدا. فيعني صعب ان الواحد يشكره، بس يعني كان في كل الازمات اللي كانت بتحصل، لان في الفتره دي كان بعد الثوره كان في ازمه سكر، ازمه انابيب، ازمه الحمد لله يعني كان في لينا بصمه حلوه. كنا بنحاول نخف شويه عن جاهل الناس من المشاكل اللي كانت بتحصل ديت والفتره، والحمد لله وعدت بخير. الحمد لله الحمد لله. يا ترى حضرتك تاخد فرصه بره؟ لا، الموضوع ده خلاص يعني انا خدت التجربه والحمد لله رب العالمين. انا يعني إن كنت ربنا ما وفقنيش ان انا اكون في البرلمان، لكن ربنا وفقني في حاجه اكتر من كده، وهي حب الناس ليا. سبت بصمه جميله عند اهالي الهرم عامه، فدي الحمد لله رب العالمين ده يعتبر بالنسبه لي كنز. فما
ما فكرتش. قررنا ايه؟ قررنا ايه؟ مفيش ولا مستقل ولا ولا لا ده طلب منك تنزل كتير يعني. هو حتى في الفتره اللي فاتت كان في بعد ما كنت انتقلت من اخر حزب انا كنت فيه اللي هو حزب المحافظين، كنت امين المحافظه. في اكثر من حزب يعني كانوا حاولوا على اساس ان انا ارجع امارس العمل السياسي الثاني والعمل الحزبي، بس انا بصراحه اصرت ان انا ايه يعني اتابع المشهد العام من بعيد شويه يعني، وابدي بعض ملاحظاتي من حين لاخر على بعض الامور اللي بتحصل، لكن كممارسه فعليه حزبيه او سياسيه ثانيه لا. حاسس تقدر من السبب؟ يعني ايه السبب اللي خلاك يعني عملت سياسي فتره عن سنين طويله فجاه مش شغال سياسي؟ هو في حاجات يعني المشهد مش مريح يعني، سواء بعض الناس اللي بتمارس السياسه حاليا او بتمارس العمل الحزبي او حتى في بعض القيادات، فالجو العام مش مساعد يعني، مش ما يديش طب لو حصل استقرار وبدا الوضع يبقى فيه امل فيه لكل مقام مقال، ساعتها بقى يبقى نشوف الدنيا ايه، لكن الوضع الحالي الاستمرار. يعني انا عايز اقول كلمه معلش يعني انت بتنكشني يعني، فبس هقولها. يعني اللي انا شايفه سر يعني ما فيش الا نظر يعني، بس هو يعني انا بتكلم على ان جنرال زي ما بقول الانجليزي او يعني عامه، انا شايف الموضوع مش لذيذ يعني. يعني يمكن كان من فتره قبل كده مش كتير بس قليل يعني، كان في ناس على الساحه بتلعب سياسه صح، فاهمه سياسه صح. كان في بعض الحالات كان النسبه والتناسب، اللي كان بيشتغل سياسه صح وقصده حب وطن وحب ناس كانت اكتر من البهلوانات. لكن اللي انا شايفه دلوقتي، انا عارف ان الكلام ده هيزعل ناس كتير يعني، بس انا اسف يعني، بس هو اللي موجود دلوقتي العكس، النسبه اتقلبت. ايه بس برضه كل دلوقتي فيه كويس يعني. انا بقول لك انا ما اقدرش لا في ما اقدرش ان كله بقى النسبه اتقلبت بعد ما كان الكم اللي بيحب الوطن وبيخدمه باخلاص هي النسبه الغالبه. دلوقتي بقت الموضوع شخصي، وبقى في حب، في انانيه، في شغل مش لا. الدوره اللي فاتت في بعض الشباب نزلوا من عندها النهارده، والشباب كويسين جدا وناس بتوع الله يعني. حضرتك ليك نظره معينه كده او نصيحه للصحابه يعني تقول لهم قولوا تاني ولا خلاص كفايه؟ لا مفيش، لا ممكن هو ده قرار بيبقى قرار شخصي. بس انا هي النصيحه اللي انا اقولها لكم، صدقني الناس ما اصبحتش زي الاول، بمعنى ان الوعي السياسي والوعي العام عامه ابتدى يزيد، فالناس ما اصبحتش سهله زي الاول، ما يندحكش عليها بسهوله. الناس عارفه الغلط من السمين دلوقتي، تقدر تفرق ما بين الصح والغلط، تقدر تفرق ما بين اللي بيشتغل حبا للوطن وللناس واللي بيشتغل يعني ما بقتش الشنطه تفرق في الاول. بالله خالص بالعكس. انا شايف ان الناس اتنصحت، هياخد منك الشنطه، هياخد منك الشنطه وهيجاريك في اللي انت عايزه كله، لكن على الصندوق الوضع مختلف. فانا نصيحه لكل واحد زي ما سيادتك تفضلت، انا شايف ان في شباب عنده الامل وعنده النيه، اشتغل بجد وبجد، اشتغل بجد وبجد، ابعد عن الشغل. الناس لو حست انك بتشتغل عشانهم صدقني هيكونوا هم الظاهر ليك، وصدقني حتى ايا كان الاتجاه عشان يجيبوا سين، لكن هم عايزين صاد هيجيبوا صاد. حب الناس طبعا هم ما يقدروش يعني يشوفوا الشعب كله او الناس كلها عايزه حد ويتغافلوا عليه. انا بقول لك احنا لينا تجربه يعني، احنا كاهالي نزله الشمال بالذات والهرم لينا تجربه في مجدي خطاب. مجدي ما كانش تبع الحزب الوطني، وكان نازل في انتخاباته، اول انتخابات ليه كان نازل واحد تبع الحزب الوطني، لكن بمجهود مجدي وحب الناس ليه والتفاف اهالي الهرم كلهم حواليه يعني رضخوا اللي هم لطلبات الناس، لكن لما يلاقي كفتين متوازيين هيجيب اللي هو عايزه، مش هيجيب اللي الناس عايزاه. لو الناس وقفت بجد حوالين مرشح بجد هتجيب.
طب نمكن بقى من السياسة للحياة الخاصة للأستاذ خالد. احنا بقينا في أيام رمضان كل سنة وأنت طيب، عايزين نعرف طقوس أستاذ خالد في رمضان يومك بيمشي. اولا انا يعني بصلي الفجر، وعندي ورد اللي هو بتاع القران، لان انا عندي وردين، ورد بعد صلاه الفجر على طول، وورد قبل صلاه الفجر. بفضل صاحي لغايه تقريبا الساعه 7 وانام 5 ساعات، اصحى على صلاه الظهر، اصلي الظهر وابتدي يومي بقى ايه، مساعده، انزل اجيب طلبات، اللي هو اليوم العادي بتاع اي راجل مصري. أنا مش بشتغلش لا، انا اصلا بقالي فتره حوالي 3 سنين يعني موضوع تطوير والاستيراد مكلف فيه الناس، يعني طلعت معاش بعد مبكر، وانا الحمد لله رب العالمين في شهر 5 اللي جاي هتم 60 سنه. ما شاء الله. والحمد لله رب العالمين، يعني انا في الشغل من وانا سني 15 سنه، يعني انا بشتغل وانا سني 15 سنه مع الدراسه، في الاجازه كنت بشتغل، وحتى برضه في اثناء الدراسه كان في ليا بعض المزاولات لبعض المهن يعني. فانا تقريبا بقى لي بتاع 2 أو 3 ليا اشراف على شغلي، لكن ما بشتغلش شغلي. الوقت عندي وقت كتير الحمد لله. يمكن انا لسه منزل بوست امبارح ان شهر رمضان ده شهر عباده، يعني ما ينفعش تتفرج على التلفزيون، ما ينفعش فيه، يعني نحاول، هو زائد بيدورنا مره واحده في السنه ومدته قصيره، فرصه بالظبط كده، فرصه ان احنا نغتنم الفرصه دي، نحاول نتقرب فيه الى ربنا اكتر. فدوت اغلب اعمالي فيه، سواء تهجد او صلاه تراويح او صلاه المفروض عليا او قراءه القران، يعني والاستماع برضه، يعني في بعض البرامج بتبقى سواء برامج في القران الكريم بتبقى حلوه، فديت اللي هو كده. رمضان بالنسبه لي 90% من عباده و10% من هنطلع فترة يا جماعة ونرجع لكم إن شاء الله مع أستاذ خالد في بعد ورجعنا لكم في الفاصل مع أستاذ خالد. قبل ما نطلع الفاصل كان أستاذ خالد وضح لنا يومه بيمشي إزاي. طب لو حبينا بقى ندخل في بعض التفاصيل الصغيرة ونقول إن في طبق مفضل ما تقدرش تستغنى عنه عن سفرة رمضان. يعني ما هو غنى له كمان فؤاد المهندس، الطبق الفول ده الاساسي، ما تقدرش سحور وفطار. ده يعني ده طقس ما لا يمكن استغنى عنه، لان من الصغر على فكره في حاجات، اكلات معينه او ريحه حتى معينه بتفكرك زمن جميل، ترجعك ل 50 سنه، الزينه والحاجات دي، كل ده اغنيه معينه بتسمعها، صوت اذان محمد رفعت، النقشبندي، ناصر الدين طوبار، عم احمد بتاع الفول بعربيته لما يرن الجرس تحت البيت عشان ننزل نجيب الفول، يعني كل دي طقوس لما الواحد بيسمعها، بالذات اللي هو ايه، يعني احنا مش عواجيز قوي بس برضه ايه، يعني خدنا من العمر ارذله، ففي حاجات بترجعك لسن انت مفتقده، يعني حتى في ايامنا ديت، يعني فعلا بجد الجيل على قد الرفاهيه والتكنولوجيا اللي هم فيها، لكن افتقدوا شيء من الروحانيه، شيء من الجمال، شيء من يعني كان في تآخي، كان في ريحه في الجوده نفسها، الجوده نفسها كانت ريحه حلوه. فطبعا طبق الفول بالنسبه لي من الاكلات الاساسيه اللي لازم على السحور والفطار، وقبل كل دوت بيبقى مثلا لو هفطر يبقى طبق شوربه. طيب لو طلبنا طبعا مصالح كتير واحداث كتير واسر الاسر العريقه في الدوله، خلال هيعمل عزومه رمضان وهيدعو 5 اشخاص. 5؟ انا عارف احنا المفروض نحط الصور في 5 بس اقرب 5 الحقيقي ايه وخلاص. انا هعرف من السؤال دوت اللي هو بيسموه الجروب السياسي والاسرتي. لا هو غير كده كمان، يعني اصل فعلا بجد يعني احبه كتير جدا والحمد لله رب العالمين، العدد اللي هو هيبقى قريب مني يفوق هذا العدد، حكايه 5 دي هتبقى صعبه جدا جدا جدا، لكن هقول طبعا اللي هيتعزموا على الفطار هتبقى اخواتي البنات والجواز ده اكيد. لكن لو على الحبايب فانا عايز قاعه زي ديت طبعا. اللهم طيب خلينا نقول تصرف خد 2022 الطلبه بينصف ولا دي والاسر، يعني اقصد نقصان الزياده الاشخاص. ده اشهد الحمد لله، يعني انا كنت لسه بتكلم يمكن في بدايه الحديث بقول ان خدنا للعمل السياسي والحزبي
وسع الرقعه بتاعت المعارف والمحبين اكتر. يعني الاول كانت نطاق نادي السمان، السيسي، كفر الجبل، هي الناس اللي يا دوب بتعرف. لما خضنا العمل الحزبي السياسي الرقعه دي ابتدت تزيد لما كلفت بامانه المحافظه على حزبين كبار، يعني حزب المحافظين وحزب المستقبل الوطني يعتبروا من الاحزاب الكبيره، واتسعت رقعه المعارف ورقعه المحبين على مستوى محافظه كامله. وكان في اختلاط يعني باماكن ثانيه في الحزب سواء القاهره او اسكندريه او اسرائيل ولا كده. يعني كان كم المعارف زاد قوي قوي يعني كل مدى. طب والسفرة الشخصية؟ سفرتي الشخصيه يعني اغلبها بتبقى اسريه. ما تديش حد عليك كده يعني مثلا ما ربنا ما رزقكوش. لا الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الحمد لله. في رمضان السنه دي زاد عليا ضيف وهو خطيب بنتي، فالحمد لله. وان شاء الله السنه الجايه يكون عندنا ضيفه ثانيه اللي ان شاء الله تكون مرات ابني باذن الله ان شاء الله. ما شاء الله ان شاء الله ربنا يجزينا. على تخير يعني. ما بتاخدش حق كتير كتير يعني. تقول لهم ايه؟ يعني افتقدناكم بجد سواء في رمضان او غير رمضان، وربنا يلحقنا بكم على خير. وزي ما بيقولوا المؤمنين ناس مستبقون ونحن ان شاء الله باذن الله. الحمد لله على كل حال. بس هي الفتره كانت صعبه واحبه كتير سالونا فيها. الحمد لله. طيب خلينا نقول ان حد في خلاف شخصي محرك او خلاف سياسي خلاف اسري اتصل بيك اول يوم رمضان خالد كل سنه طيب انا عارفه في رمضان، ترى هترفض ولا هتلبيه الدعوه وتروح ولا هتلبي الدعوه وتروح؟ لا ده ويكون لي الشرف ده بجد بامانه والله مش كلام سياسي ولا كلام تلفزيون. بس انا الحمد لله رب العالمين، ويمكن اللي قريب مني يعرف ان انا ما بعرفش اشيل، لدرجه ان انا ممكن انا وابراهيم يكون في بيننا خلاف في الرؤيه او حاجه كده، ونتخانق خناق سياسي برضه مش خناق. وممكن بعد 3-4 ايام اقابلك انا انسى اللي كان بيني وبينك، لدرجه ان انا ممكن اكون انا عارف ان انا في خلاف بس ايه هو سببه انساه. فالحمد لله رب العالمين. لا يعني طبعا قلبني، وممكن بس استاذنه ان هو يكون ضيفي انا قبل ما اكون انا. يعني خيركم بدأ بالسلام. طبعا يعني انا استاذنه في كده اقول له بعد اذنك انت بدات بالدعوه فسيبها لي انا، يعني نشيل الموضوع بيني وبينك. طيب خلينا نقول حد وهتخيل انا في رمضان هتقول له انا اسف حقك عليا انا كنت في حقك سامحني، او هتقول له انا سامحتك رمضان كده لو حابب تقول انتوا ماشي مش عايز خالص. لا والله هو في ناس كتير يعني كنا على خلاف معاهم وثبتت الايام ان هم كانوا على حق، وان انا رؤيتي للامور ديت ما كانتش مظبوطه بنسبه 100%. فده طبعا ده اللي اتقال اقول له حقك عليا. قول له كده حقك عليا. حقك عليا مش حقك، هو حقك عليا. في بعض ناس كانت رؤيتها في بعض الامور ممكن تجيبوا اموره كده عشان يعرفوا الفرق. لا يعني كان مجرد يعني كان رايي في حاجه معينه او في موقف حصل، وكانت رؤيتهم هم يعني اصدق واوقع من رؤيتي، فانا بقول لهم حقكم عليا وربنا نصركم وثبت ان وجهه نظركم هي اللي صح. رمضان كريم. الله اكبر. يعني خالد بيقول يا جماعه الناس اللي كانوا بيقولوا له رايه وهو كان يعني مختلف معاهم قال لهم انتوا صح حقكم عليا رمضان كريم ننسى الخلاف. طيب عايزين خالد يقول لنا موقف حصل له في رمضان في اي عام من الاوقات عمره ما هنساه. هو في موقف لو فاكر السنه يبقى مش فاكر مش مشكله. يعني هو السنه ممكن يكون من حوالي 4 سنين او 5 من 4 سنين تقريبا. اخ فاضل كان عازمني في رمضان وبيعمل فطار مجمع للمنطقه بتاعته كلها. فالظريف ان انا نسيت اليوم بتاع العزومه، يعني هو قال لي مثلا الفطار هيكون يوم الجمعه. انا نسيت بسبب المشاغل لان في رمضان بيجي لي عزومات كتير، فالتبس عليا الامر فرحت له يوم الخميس. فاتصلت بيه واقول له يا سياده المستشار انا في السكه ومش يعني مش عارف انا صدق الصدر ما وصفني. فلما جه الراجل بمنتهى الكرم ومنتهى الترحاب قابلني وطلعني شقته
وحضرني الاداره فبقول له هو في انت بتقول ان عامل عازم المنطقه بحالها وبتاع ده علينا بس بتاع. قال لي لا بس يا حاج خالد الفطار بكره مش النهارده. فده موقف لو عدت سنين العمر ما فيش ما يتنسيش. عايزين بقى حضرتك يعني في النهايه كده تقول لي سؤال كنت انت عارف تحب الناس اساله لك وانا ما سالتوش. لا بصراحه انت ما سبتش حاجه يمكن سواء اسئله سياسيه او اجتماعيه او يعني ما سبتش اي موضوع الا وتطرقت له. فبجد بجد بجد مش لاقي حاجه اللي ما سالتش فيها. لا انا الشرف ليا بجد. عايزين بس في النهايه توجه كلمه اقول لهم كل سنه وانتم طيبين، ربنا يعيد علينا كلنا الايام بخير. انا من طبيعتي بستبشر ومتفائل، فبقول لكم والله مع الفتره الصعبه اللي احنا فيها ديت، لكن انا بقول لكم استبشروا خيرا. الفتره اللي جايه باذن الله باذن الله باذن الله ان شاء الله هتكون خير لينا، واللي الاهم لينا لاولادنا، يعني الاهم مننا ان لاولادنا ان شاء الله هتكون خير. فاستبشروا وان شاء الله رمضان كريم على كل اهالي السمان وكل اهالي الهرم وكل اهالي محافظه الجيزه، وكل عام وانتم بخير. احنا شرفتنا الموضوع كل سنه طيب. كل سنه وانتم طيبين. في نهايه حلقتنا بنحب برضه الشكر للضيف ووجه الشكر للساده المشاهدين اللي يعني استمتعنا طبعا باللقاء واستفدنا طبعا باراء سياسي مخضرم. كان معكم ابراهيم مصري مقدم برنامج ضيف حلقه رمضان، اخراج احمد سعيد. الى اللقاء في حلقه قادمه، انتظرونا ان شاء الله.